السلام عليكم. إن أعجبك الفيديو من قناة ليلي بيوتي، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بتقديم المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهارده جايبه لكم قشطة الأميرات. قشطة الأميرات دي من الحاجات الهايلة جدا لتفتيح البشرة، من الحاجات الروعة اللي استخدمتها وفعلا لقيتها جميلة جدا. متوفرة في الصيدليات، متوفرة عند بتوع مستحضرات التجميل أو بتوع المستلزمات الشخصية. بنستخدمها مرتين في اليوم، صباحا ومساء. ممكن نستخدمها مرة واحدة في اليوم. بناخد كمية من قشطة الأميرات على بشرة نظيفة. على فكرة يصلح كمان مش للبشرة بس، ببشرة الوجه لا، كمان يصلح للجسم كله. قبل ما بناخد شاور كده بنبدأ ناخد كمية من قشطة الأميرات أو الكريم اللي معانا، ونبدأ نعمل تدليك للبشرة وللجسم كله بالقشطة اللي معانا أو بالكريم اللي معانا. بعد كده بنبدأ نشطف. لو احنا بنغسل وشنا مثلا، لو احنا بنعمله للوش بس او للوجه بس، بنبدأ بعد كده نغسل وشنا بالغسول بتاعنا وبنرطب وكده خلاص. بالنسبة للجسم طبعا بعديه بنحط لوشن، بنحط على فكرة كمان ريحته جميلة جدا. بعد كده قصدي بنرطب، يعني ده المفروض بعديه بنرطب. بنستخدمه زي ما قلت لكم ممكن مرتين. لو انت بتستخدميه للوجه استخدميه مرتين في اليوم. من الحاجات الجميله جدا اللي بتعمل على تفتيح البشره، تبييض البشره. بتخلي كمان البشره لو فيها بقع مع طول الاستخدام لقشطه الاميرات بتبدا تعالج الموضوع ده. يعني هنلاقي نفسنا بنعالج كذا حاجه في وقت واحد بمكون واحد باذن الله. سعرها مش غالي، أنا للاسف مش متذكره كام بالظبط، لكن سعرها ما كانش غالي. هي ما بتزيدش عن 80 90 جنيه بالكتير، بس فعلا نتائجها هايله جدا. واتمنى ان شاء الله تجربيها، لان من الحاجات اللي انا جربتها وفعلا لقيت نتيجه ليها روعه جدا. اتمنى ان شاء الله لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان اجيب لكم ان شاء الله كل جديد.